عسر سلسين صوم لنا مالتيو كمتي رؤيا ناي هلال كمتي سب ورحير زرعيو قليو عسرت كلتا قليو عسر سلسين صوم مالتيو بما قد صلتا تي تحسنا حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قرئنا نيرنا سخاء كاب صحيح البخاري لما عنتي كاب سنن أبي داود كنا نبي منها إن شاء الله سنن أبي داود كنا نبي منها إن شاء الله طبعا زون سند لنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتم مشايخنا استمهرنايو زغرأنايو نساتهم كإجازة ذهبنا كتاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سند لنا مالتيو نمنتاي كابتن شديشت كتب السنن دبلوا سقاء صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود سنن الترمذي وسنن النسائي وابن ماجه زياتن شديشت مصحفتي كبعتن سي سنن أبي داود حريه نمنتاي سنن أبي داود مريته كم ببالكم لأنه سنن أبي داود ببزحي تي تعرناتو أفتي أحاديث الأحكام حديثنا فقه سلزم خنيه لكن سنن الترمذي مثلا مجامعي كله لطال ليه أما ناي أبو داود الظاهري رحمه الله أحاديث الأحكام ترايو أو طعمي يعني أطبقه صغيطه مالتيو سلزي كنا نبينا بتيز أخلنا جزء أحاديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بركة أنت أؤمن بركة الصلاة عليهم وبركة دما التي تمرتم زبلوه من تنكر أخبرنا عملتي وتصيني لكم كتسمعنا تسفاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصوم. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب مبدأ فرض الصيام. قال محمد بن شبويه قال حدثني علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم فكان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء وصاموا إلى القابلة، فاختان رجل نفسه فجامع امرأته وقد صلى العشاء ولم يفطر، فأراد الله عز وجل أن يجعل ذلك يسرا لمن بقي ورخصة ومنفعة، فقال سبحانه: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم الآية، وكان هذا مما نفع الله به الناس ورخص لهم ويسر. يا سلام ليكم الجزء حديث دي بصحيح البخاري يترخبونها، لكن أبزرق ابن يو لمن تاي رب سبحانه وتعالى لنا: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم. أنا حد سبأي نسبيتو بليتي ستوا ركب غير مالتيو سقاو ركب غير مالتيو سلازي أزي مسر آية رب سبحانه وتعالى برتعوهم بأر ربي خلاص ناتايو نستخم كتقربون بليتي لكن بنقهو كل يتباين. قال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا نصر بن علي بن نصر الجهضمي قال أخبرنا أبو أحمد قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال: كان الرجل إذا صام فنام فلم يأكل إلى مثلها، وإن صرمة بن قيس الأنصاري أتى امرأته وكان صائما فقال: عندك شيء؟ قالت: لا، لعلي أذهب فأطلب لك شيئا. فذهبت وغلبته عينه فجاءت فقالت: خيبة لك. فلم ينتصف النهار حتى غشي عليه، وكان يعمل يومه في أرضه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. قرأ إلى قوله من الفجر.
باب نسخ قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية. قال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر يعني بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير عن يزيد مولى سلمة عن سلمة بن الأكوع قال: لما نزلت الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي فعل، حتى نزلت هذه الآية التي بعدها فنسختها، وهي قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إلى أن قال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن محمد قال حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من شاء منهم أن يفتدي بطعام مسكين افتدى وتم له صومه، فقال: فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. وقال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وقال رحمه الله: باب من قال هي مثبت للشيخ والحبلى. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة عن عكرمة حدثه أن ابن عباس قال: أثبتت للحبلى والمرضع. قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال: كانت رخصة لشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، وهما يطيقان الصيام، أن يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا، والحبلى والمرضع إذا خافتا. قال أبو داود: يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. باب الشهر يكون 29. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن سعيد بن عمرو يعني بن سعيد بن عباس عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا. وخنس سليمان أصبعه في الثالثة يعني 29 و30. قال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له 30. قال: فكان ابن عمر إذا كان شعبان 29 نظر له، فإن رؤي فذاك، وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قطرة أصبح مفطرا، فإن حال دون منظره سحاب أو قطرة أصبح صائما. قال: فكان ابن عمر يفطر مع الناس ولا يأخذ بهذا الحساب. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا عبد الوهاب حدثني أيوب قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل البصرة: بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، زاد: وإن أحسن ما يقدر له أن إذا رأينا هلال شعبان لكذا وكذا فالصوم إن شاء الله لكذا وكذا، إلا أن تروا الهلال قبل ذلك. وزقول له حجي بزعباء مع سيدات ورحي مع سيد وزر. قال الإمام أبو داود بسندنا إليه قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن المنيع عن ابن أبي الزائدة عن عيسى بن دينار عن أبيه عن عمرو بن الحارث بن أبي ضرار عن ابن مسعود قال: لما صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما ضمنا معه 30. لما صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمنا معه 30، يعني تزبزح تصوموا كله صحابة
عشران شعتين نيرو ورحي شعبان مالتي وتن ثلاثة لمسان ماني وحداتين نيران. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا مسدد أن يزيد بن زريع حدثهم قال حدثنا خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. باب إذا أخطأ القوم الهلال. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد في حديث أيوب عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فيه قال وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون وكل عرفة موقف وكل منى منحر وكل فجاج مكة منحر وكل جمع موقف. باب إذا أغمي الشهر. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني معاوية بن صالح عن عبد الله بن قيس قال سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصومه لرؤية رمضان فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام. فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام. قال الإمام البخاري الإمام أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن صباح البزاز قال حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي عن منصور بن المعتمر عن ربعي بن جراش عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة. قال أبو داود ورواه سفيان وغيره عن منصور عن ربعي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمي حذيفة. باب من قال فإن غم عليكم فصوموا 30. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا حسين عن زائدة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين إلا أن يكون شيء يصومه أحدكم ولا تصوموا حتى تروه ثم صوموا حتى تروه فإن حال دونه غمامة فأتموا العدة 30 ثم أفطروا والشهر 29. قال أبو داود رواه حاتم بن أبي صغيرة وشعبة والحسن بن صالح عن سماك بمعناه لم يقولوا ثم أفطروا. قال أبو داود وهو حاتم بن مسلم بن أبي صغيرة وأبو صغيرة زوج أمه. هكذا ساكن لزي أطبقهم يبروهن رب ارحم لهم. باب في التقدم. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت عن مطرف عن عمران بن حسين وسعيد الجريري عن أبي العلاء عن مطرف وسعيد الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل هل صمت من شهر شعبان شيئا؟ قال لا. قال فإذا أفطرت فصم يوما وقال أحدهما يومين. هل صمت من شهر شعبان شيئا؟ قال لا. قال فإذا أفطرت فصم يوما وقال أحدهما يومين. قال حدثنا إبراهيم بن العلاء الزبيدي من كتابه قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن العلاء عن أبي الأزهر المغيرة بن فروة قال قام معاوية في الناس بدير مسحل الذي على باب حمص فقال أيها الناس إنا قد رأينا الهلال يوم كذا وكذا وأنا متقدم بالصيام فمن أحب أن يفعله فليفعله. قال فقام إليهم مالك بن هبيرة السبئي
فقال يا معاوية أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم شيء من رأيك؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صوموا الشهر وسره، صوموا الشهر وسره. قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي في هذا الحديث قال الوليد سمعت أبا عمرو يعني الأوزاعي يقول سره أوله، سره يعني أوله. قال حدثنا أحمد بن عبد الواحد قال حدثنا أبو مسر قال سعيد يعني بن عبد العزيز يقول سره أي أوله. قال أبو داود وقال بعضهم سره وسطه وقالوا آخره. باب إذا رؤي الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إسماعيل يعني بن جعفر أخبرني محمد بن أبي حرملة أخبرني كريب أن أم الفضل ابنة الحارث بعثته إلى معاوية بالشام. قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها، فاستهل رمضان وأنا بالشام إلى ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال؟ قلت رأيته ليلة الجمعة. قال أنت رأيته؟ قلت نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. قال لكن رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصومه حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت أفلا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي قال حدثنا الأشعث عن الحسن في رجل كان بمصر من الأمصار فصام يوم الاثنين، وشهد رجلان أنهما رأيا الهلال ليلة الأحد، فقال لا يقضي ذلك اليوم الرجل ولا أهل مصره إلا أن يعلموا أن أهل مصر من أمصار المسلمين قد صاموا يوم الأحد فيقضونه. طيب كبرات سمعتنا أبزة طهن بالإناء لأنه نويحتي أحاديث وجزيد ما أخيرنا جزيت رقبنا إن شاء الله. باب كراهية يوم الصوم يوم الشك، بس إحنا لنا رب سبحانه وتعالى يعني من قدمنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يهبنا دابلكو زربا يعصو. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. على نهج الرسول لنا مسير، وعند الله للساعي مصير. شغلنا